اخر نجم لمع في سماء الزمالك النجم المصري التونسي علي معلول. لا يا جماعه انا اقصد يعني جزيره الزمالك، يعني مش نادي الزمالك. اوعى تفهمني غلط. راجل متواضع كده يعني وحبوب لدرجه ان هو بيروح التمرين بتاعه باوبر سكوتر، ما بيقعدش بقى لا يقول لك انا هجيب اوبر اليت ولا مش عارف ايه، لا راجل متواضع. عصام الشوالي خونه وقال له انت قسوت على بلدك يا معلول، قسوت كثيرا على اولاد بلدك يا معلول. فرد عليه وقال له لا يا حبيبي انا راجل وطني جدا وعمري ما هلعب قدام الصفاقسي. بس لو جت الصفاقسي مش هلعب من دلوقتي. ولعب بعد كده قدام الصفاقسي ولا ما لعبش؟ ما جاتش فرصه. تفتكر يا جماعه يا ريت يردوا علينا في الكومنتات لو جت صدفه ان المفروض ان علي معلول يلعب مع الاهلي ضد الصفاقسي هيلعب ولا لا؟ منتخب تونس رفض طلب بتاع الاهلي المصري لما قالوا لهم ان احنا عايزين علي معلول معانا علشان احنا عندنا ماتش بتاع كاس السوبر. منتخب تونس قال لهم سوبر ايه بس يا جماعه، احنا عايزين علي ضروري علشان احنا عندنا ماتش ودي مهم مع منتخب مصر. يعني انا صراحه مش عارفه ازاي ودي ومهم في نفس الوقت يعني، بس ما علينا. فالاهلي قال لهم يا جماعه ما تكبروش الموضوع، يعني ده ماتش ودي يعني. طب ده احنا حتى لما جينا نلعب مع اثيوبيا ما استدعناش محمد صلاح من ليفربول ولا قلنا له لازم تيجي تلعب معانا، عندنا ماتش مع اثيوبيا، مع ان دي يعني تصفيات كاس العالم مش مجرد ماتش ودي. فالمنتخب التونسي قال لهم يعني انتوا عايزين تقارنونا احنا يعني مع منتخب اثيوبيا ولا ايه يعني؟ مش فاهم. احنا يا ابني من اهم منتخبات في القاره السمراء يا ابني، في ايه يا ابني فوق؟ يا جماعه ان الموضوع فكرني بماتش المانيا والبرازيل اللي هو كان 7-1 لما منتخب المانيا كان اكتر من نص اللعيبه اللي فيه من بايرن ميونخ، ومنتخب البرازيل كان معاهم دانتي اللي هو وقتها كان لاعب في بايرن ميونخ برضه. الواد يا عيني كان مصدوم وعمال يلطم على وشه وكده ومصدوم في كل اصحابه وزمايله اللي عمالين يطحنوا فيهم وشايلوهم 7 تجوان، يعني طحنوهم وطحنوا المنتخب بتاعه. تفتكروا هو ده السبب اللي خلى دانتي بعدها يزعل ويتقمص كده ويمشي من البايرن؟ اعتقد يا جماعه ان ده برده هيكون نفس وضع علي معلول في الماتش بتاعه بكره مع منتخب مصر. لا طبعا بس ما تفهمونيش غلط، انا ما اقصدش ان المنتخب التونسي هيشيل 7 يعني، بس ان شاء الله نكسب يعني عادي. برده المنتخب التونسي منتخب جامد وله اسمه وتاريخه، ولكن يعني اقصد احساس معلول هيبقى ايه وهو شايف ان زمايله بيلعبوا ضده وكده. يعني ايه شعوره وهو بيلعب قدام محمد هاني ومروان عطيه ومحمد عبد المنعم وحسين الشحات، اللي هو ممكن يا جماعه هو يروح يسالهم يا جماعه هو ديانجو وتاو غايبين عن التشكيله ليه؟ ممكن يعملها يتلخبط، ممكن هو يتلخبط، ممكن يبص الكره لزمايله اللي هم في النادي بتاعه. لكن الحقيقه ان ليجن فيتوريا عمل حسابه على كده وكان قاري الوضع، فغير التشكيل كله وشال لعيبه الاهلي من الاساسي، حتى محمد الشناوي شاله وحط مكانه ابو جبل. معلول وهوبا يا عيني عليك، يا عيني عليك يا نايم، يا عيني عليك يا معلول، يا عيني عليك يا معلول، يلا حطيت الزغلول. عشان هو عارف ان علي معلول هيتحرج يشوط قدام الشناوي لان هو بيعتبره اخوه الكبير. الشناوي من اقرب الناس بالنسبه لي، يعني عزمني عنده في البيت الشناوي كذا مره بط بس عكاوي الصراحه. عشان كده علي معلول قال لفيكتوريا والله يا ابني انت الملك الحلول مش انا. الحقيقه هنا عندي وجهه نظر ان هو بالعكس كان المفروض ان فيكتوريا ده يحط الشناوي فعلا ويبقى هو ده السبب برضه. عشان ايه؟ علي معلول يتكسف شوط فيه فبالتالي احنا نكسب. يعني هو خايف على شعور علي معلول ومش خايف على نجاح منتخب مصر. تمسك منتخب تونس بعلي معلول جاي في وقت فيه تقصير كبير جدا من ناحيتهم. يعني مثلا مش مدينه شرط القياده رغم انه يعتبر من اكتر اللعيبه المؤثره في الفرقه. يا جماعه ده اكبر باك ليفت في افريقيا، انتوا بتتكلموا في ايه؟ سامعاك اللي هتقولوا ان هو بيقعدوه على الدكه وان هو ما بيلعبش وان في ناس تانية اولى بشرط القياده. الكلام ده مش صح، راجع مفاهيمك يا اخويا. علي معلول كمان اكبر واحد سن في اللعيبه، يعني عنده 33 سنه. هو اصلا كمان كان اصغر قائد في نادي الصفاقسي التونسي، كل شروط القياده تقريبا متوفره فيه. في الناحيه الثانيه كمان في النادي الاهلي هنلاقي ان علي معلول كان من ضمن قائمه كباتن الفريق، وده يعني مش جديد علينا كمصريين، يعني احنا بنعامله زي ما بنعامل الفنانين الكبار، يعني زي مثلا سيف الدين الجزيري، لطيفه، الفنانه ورده الجزائريه، بيرام التونسي، علي يا جماعه ان احنا زي ما احنا عارفين ان النادي الاهلي نادي التضحيه والوفاء. علي معلول بقى من ساعه ما انضم للفريق وهو تشبع بكل الروح اللي موجوده في النادي الاهلي من الانتماء بقى وحب البلد، كل الحاجات الحلوه دي، لدرجه ان هو لما جم يحاسبوه كده بالدولار ما رضيش يقبض بالدولار طبعا، لان هو عارف ان في مصر في عندنا دلوقتي ازمه في العمله الصعبه. ما رضيش، قال انا زي ولاد البلد، انا ابن البلد دي، انا هاخد بالجنيه المصري مش هاخد بالدولار. ايه اشاعات والله، يعني هو بيقبض بالدولار عادي؟ على الكسفه اللي انت فيها يا حازم. طب يا عم بلاش دي. علي معلول بيموت في الاهلي، بيعشق كده تراب الاهلي، لدرجه ان هو رفض قبل كده عرض من النادي بيراميدز لضمه من 3 سنين وكان بقيمه 70 مليون جنيه مصري. مش بس كده، لا ده كمان رفض عرض من الدحيل القطري واللي كان بقيمه 2.5 مليون دولار. يعني بيعشق الاهلي كده، بيموت في الاهلي، بيعشقه وبيموت فيه. صفقته اللي اتعملت سنه 2016 كانت هي وش السعد على الاهلي. معلول دلوقتي اسمه مكتوب في قائمه احسن الباكات الشمال
وتاني لاعب عمل اسيستات بعد اللاعب مصطفى عبد، والحقيقه ان اسيستاته كان لها دور واضح جدا في فوز الاهلي ببطولات قاريه ومحليه. معلول كمان ليه دور اداري في النادي الاهلي لانه بيقف مع اللعيبه الجديده خصوصا اذا كانوا توانسه. يعني يا جماعه حاجه زي كده زي الجود فازر بتاعهم، بيقول لهم يعني دايما ان الاهلي ده كبير افريقيا، يعني لو حبيتوه هيعملكم المصريين ان انتم لعيبه المنتخب بتاع مصر مش بس لعيبه الاهلي. الراجل يعني ينزل كده الملعب يا جماعه نسمه ماشيه، ولا له خناقات مع حد، ولا عمره طول لسانه على حد، ولا اتخانق مع حد، ما تحسش بيه. حتى في ناس بتستغرب بتقول يا جماعه هو علي ما جاش ليه النهارده التمرين وهو قاعد عادي هناك بيتمرن، فاهمين؟ يعني نسمه كده. عشان الكوره كلها ساعه ونص، كل حاجه هيبقى ايه بقى علاقتك مع الناس عامله ازاي؟ يعني يا جماعه ده في طول مسيرته مع الاهلي ما خدش غير كارت احمر مره واحده، ظلم، حكم ظالم. كابتن علي مدافع لكنه هداف، لا يعني ده مش بدايه اغنيه يعني، لا هو فعلا كده، لانه سجل 64 جول وواخد 43 انذار. مش كتير قوي كده يا كابتن؟ وده ده النسبه اللي احنا بنقول عليه نسمه كده يا جماعه. قصدهم ب 43 انذار ده ان هو بيعمل انذار بان هو بيخلي قلوبنا تدق لما نشوف. ايه الرخامه اللي انت فيها دي؟ رغم ولائه الكبير للاهلي الا انه هو قال ان هو بيحب الصفاقسي. انا شايفه ان دي حاجه عاديه، يعني ده الصفاقسي ابن بلده والنادي اساسا اللي اتربى فيه، فما اعتقدش ان دي حاجه تزعل جمهور الاهلي في حاجه. طبيعي ان هو يبقى حب للنادي الصفاقسي اكتر يعني. ده حتى صرح قبل كده ان اوحش لحظه مرت عليه في حياته لما كابتن ابو تريكه جاب جول في نادي الصفاقسي في الدقيقه 90 في نهايه دوري ابطال افريقيا. معلول حس ان الجول ده دخل في قلبه مش في الشبكه. هو تلاقيه برضو قال يعني صح كده اولاد مصر واولاد بلد الثانيه يعملوا كده في منتخب بلد الاولانيه. احب اقول لك يعني لا سلامه قلبك يا كابتن، ان شاء الله بالتوفيق في ماتش بكره قصاد المنتخب المصري يعني. وفي الحالتين سواء المصري كسب او تونس خسرت. حلوه يا جماعه، لسه شفتها دي بقى بشوفها كتير قوي يا جماعه. والنبي يا جماعه اللي بيكتب الكومنت ده بقى يبطل يكتبه على الصفحات بتاعه السوشيال ميديا بتاعه الرياضه. كل مش يا جماعه احنا كده ما فيش بينا خلاف سواء تونس كسبت او مصر خسرت يعني ما فيش خفه دم، ما حدش بيضحك عليها، دي خلاص ادمت تمام، تعملوهاش تاني. ايه تقول الدم ده والرخامه دي يا اخي؟ في النهايه احب اقول ان تونس ومصر كده اخوات سواء في الكوره او بره الكوره. احبكم برشا، كل التوفيق للمنتخبين، كل الحب.